مساء الخير. أتمنى تكونوا كويسين. النهاردة حابب إن احنا نتفق على نقطة معينة، أعتقد إن هي من الأساسيات اللي محتاجين نتفق عليها قبل ما نكمل الطريق بتاعنا. عندنا نقط مهمة جدا محتاجين ندخل فيها في المرات الجاية، بس قبل ما ندخل فيها محتاجين نحط حجر الأساس ده، التوازن بين اهتمامي بنفسي واهتمامي بالحاجات التانية اللي حواليا. التوازن بين مسؤوليتي ناحية نفسي وبين التزامي بالمسؤوليات التانية اللي عليا. التوازن بين حبي للآخر وحبي لنفسي. طبعا بما اننا اصلا في زمن مشوه فيه جدا كلمة الحب دي، مفهوم الحب بقى مشوه جدا واختلط بحاجات كتير تانية، والميديا بكل انواعها دعمت التشوه ده. فبقى خلاص في اجيال كتير جدا كبار وصغيرين بينشأوا ويكبروا وساعات بيموتوا وهم مفهومهم عن الحب مشوه للأسف. ومش بدعي ان انا عندي المفهوم الصح عن كل حاجة، لكن بتشارك معاكم بأفكار ومفاهيم اعتقد ان لو انتوا وانا قبلنا نعدل شوية نظرتنا ليها ممكن حياتنا تتحرك خطوات في اتجاه احسن. الموضوع بتاع النهاردة ده واسع قوي وبيلمس مناطق كتير جدا، بس علشان ندخل للبداية بتاعته هستخدم جملة قالها السيد المسيح وهو بيحاول يفهمنا ايه افضل طريقة وافضل قدر احب بيه الاخر. وصية من الوصايا الاساسية كده اللي قالها بالنص: احب قريبك كنفسك. لما حب يقول لنا ازاي احب الاخر قال لي احبه زي ما بتحب نفسك. طبعا بمفهوم العصر بتاعنا للحب بقى حبي لنفسي طبعا جملة سمعتها وحشة، بتوضح ان انا شخص اناني او نرجسي. ده شخص بيحب نفسه، وده اعتقد ان هو جاي بشكل اساسي من ان مفهوم الحب اصلا بقى مشوه. بقى بالنسبة لنا الحب ان انا ابقى مغرم بحد وهيمان فيه. الاغاني بقى المبالغ فيها اللي بتطلع والمسلسلات والافلام بتوصل لنا مفهوم عن الحب غير خالص الاساس بتاع فكرة الحب. طبعا اللي بقوله مش معناه ان الحب حاجة ناشفة كده ما فيهاش مشاعر حلوة وما فيهاش انجذاب، مش بقول كده، بس ما ينفعش نختزل مفهوم الحب في مجرد مشاعر. قدام شوية هنتكلم عن المشاعر أكتر وعن الأفكار، ولما ندي الموضوع المشاعر ده حقه أكتر هنقدر ساعتها بشكل أفضل نفرق بين مشاعر الانجذاب والتعلق وبين الحب. خلينا نتفق بس كده بشكل مبدئي إن الحب جزء منه ممكن يبقى فيه مشاعر حلوة جدا، بس مش الحب هو مجرد المشاعر. حط دي بقى على جنب ونرجع تاني للجملة بتاعتنا: أحب قريبك كنفسك. حب الآخر زي ما بتحب نفسك. انطلاقا من الجملة دي كده خلينا نطلع قاعدة أساسية جدا: لو ما عرفتش تحب نفسك بشكل سوي وتهتم بنفسك وتشيل مسؤولية نفسك، مش هتعرف تحب أي حد تاني بشكل سوي، مش هتعرف تشيل أي مسؤولية عليك بشكل سوي. طب ما في ناس عادي مش طايقين نفسهم ومش بيحبوا نفسهم وبيحتقروا نفسهم، بس بيحبوا ناس تانية وبيدخلوا في علاقات للصبح وشايلين مسؤوليات بيتهم والدنيا تمام. يعني لا، الدنيا مش تمام، لاني غالبا وانا مش عارف اصلا اتعامل مع كياني، انا مش بحب نفسي ومش بقدر نفسي وبقدر طاقتي وحدودي وحقوقي، فانا غالبا لو بحاول ادي لحد تاني الشيء اللي انا فاقده دوت غالبا بديهوله بشكل مش سوي. يعني وارد جدا في بعض الحالات اكون بدي اهتمام وبدي حب لشخص تاني لان انا محتاج استمراره في العلاقة معايا، فهنا بنكون في اتجاه اكتر اعتمادية مش علاقة سوية. انا موجود في علاقة معينة وبدي فيها طول الوقت لاني مهدد بان العلاقة دي لو وقفت انا هرجع لوحدي تاني، فهنا ما نقدرش ابدا نقول ان انا كده بحب الاخر بشكل سوي، مستحيل. او ان انا اكون مثلا في علاقة وبدي اهتمام وبدي حاجات تبدو في شكلها ان هي حب، بس في الحقيقة وارد جدا انا بكون بحاول اسيطر على الشخص اللي قدامي من خلال اللي بديهوله ده. او اني بشيل مسؤولية بيتي مثلا وانا من جوايا عارف اني انا ماليش اي قيمة من غير دوري اللي في البيت ده. فكتير في امهات مثلا بيكونوا لا يقبلوا ان حد يساعدهم في شغل البيت مثلا لانهم متخيلين ان لو انا ما عملتش الدور ده انا هيبقى قيمتي ايه. وكتير جدا من انماط العلاقات الغير سوية بتكون قايمة على فكرة ان انا مش مقدر نفسي، انا مش حاسس بالامان ناحية نفسي، فبدخل في علاقات او بشيل مسؤوليات علشان اسكن بيها الجزء الغير امن جوايا. فانا لو مش بعرف اقدر نفسي، لو مش بعرف احب نفسي واقدر احتياجاتي واتعامل معاها بشكل سوي، انا دايما علاقاتي وحبي للناس اللي بقدمه لهم هيكون في حاجة مش سوية. يا اما هكون بستغل احتياج عندهم او بستغلهم لتسديد احتياجي. في حاجة هتكون غلط. المسؤوليات اللي انا شايلها على دماغي لو انا مش شايل بشكل سوي مسؤولية نفسي، المسؤوليات دي اكيد انا شايلها بشكل غلط، بشكل لا يحترم طاقتي.
وبالتالي يا اما هفضل طول حياتي طاقتي خلصانه وخلاص على حافه الانتحار، او اني هاجي فجاه وهيلاقوني انفجرت علشان ولا حاجه. فخلينا نتفق ان في نوع معين من التوازن اساسي جدا في كل المواضيع اللي جايه، اني اوزن ما بين كل ما هو جوايا وكل اللي برايا، يتطبق في العلاقات، يتطبق في المسؤوليات، يتطبق في كل حاجه. طيب خلونا نوضح بقى شويه مع بعض الكلام علشان ما نبقاش بنقول حاجات مرسله ومش واضحه، ملهاش ملامح واضحه. علشان نوضح الكلام اللي احنا قلناه في الاول ده، محتاجين نتفق على تعريف من تعريفات الحب. ان انا ابقى بحب شخص معناه ان انا بالضروره مهتم بالشخص ده، شاغل نفسي باللي يخصه، شاغل نفسي باللي يبنيه، شاغل نفسي باني امنع عنه اي حاجه بتضره وبتعطل نموه، مهتم باني اساعده في مسيره نضجه واني اخليه عايش مرتاح ومبسوط، مهتم باني احترم حدوده واساعده على قدر امكاني انه يتخطى الحاجات اللي هو مش عارف يتخطاها. لو ده جزء من مفهوم اني بحب حد تاني، فتعالوا نطبق نفس المفهوم ده في اني احب نفسي. فانا محتاج اهتم بكل حاجه هتساعدني انمو وانضج، اهتم باني اساعد نفسي ابني حدود منطقيه تمنع عني الاذى. يعني لو انا شخص حدودي مع الناس مش محكومه، فده بيخليهم يتجاوزوا طول الوقت وانا مدهوس، فانا لازم في خطوه من اهم خطوات حبي لنفسي ان انا ابتدي اظبط الحدود دي بشكل يمنع عني الاذى. وهنا يعني مش المقصود ان انا اكون متطرف في اني عنيف جدا في ردود افعالي طول الوقت وعمال على بطال بهزق في الناس تحت عنوان ان انا بمنع عن نفسي الاذى، مش ده المقصود. لكن مهم جدا التوازن ما بين اني بحترم اللي قدامي وبحاول ما اذيهوش، وما بين اني امنع عن نفسي الاذى لو اللي قدامي بيتجاوز. اللي بيعرف يحب نفسه بالشكل ده وبيعرف يحافظ على حدوده، هو ده اللي يوم ما هيدي للي قدامه ويضحي عشان اللي قدامه هيبقى بيضحي بشكل سوي، بيضحي وهو عارف ان هو بيضحي باختيار، مش بيضحي علشان هو مغصوب، لان العلاقه دي هتطير منه لو ما ضحاش. فاهمين الفرق بين الحاجتين؟ فرق السما من العمى. لو انا بضحي عشان انا حاسس اني مجبر ومش قدامي اختيار غير ان اضحي علشان العلاقه دي تفضل مكمله، فدي ما اسمهاش تضحيه سويه، انا مجبر. لكن لما بتعلم احافظ على حدودي وادي لنفسي حقي وابتدي اكون بتعامل بشكل سوي جوه العلاقه، ساعتها يوم ما هشوف ان اللي قدامي في احتياج لاني اضحي شويه باحتياجاتي واميل كده عليه علشان اديله اهتمام اكبر، فانا بديهوله لان انا مختار ده، مش لاني مجبر ومش لاني متهدد بانتهاء العلاقه. ده مهم جدا. وطول ما انا بدي في علاقه لاني حاسس اني مجبر، فانا في حته مش سويه اطلاقا، انا في حته غلط. طب لو جينا نطبق الفكره دي على موضوع المسؤوليات، انا محطوط في مسؤوليات معينه وفي نمط معين غير سوي، انا ممكن من اجل المسؤوليات اللي عليا دي افضل داهس نفسي طول الوقت ومش مهتم اطلاقا بان ما بقاش عندي اي طاقه اكمل. بس انا ما عنديش مفهوم اني اوقف شيلي للمسؤوليه، فبفضل عايش بلا طاقه ومستمر. هنا هيحصل حاجه من اتنين، او جايز احتمالات اكتر بس انا هذكر منهم اتنين. يا اما هفضل مكمل وانا مش عندي طاقه فبقدم كواليتي ضعيف جدا، او ان انا مش بدي اي حاجه من المسؤوليات اللي عليا حقها فمقصر في كله، فضميري تعبني طول الوقت بس مش قادر اسيب ولا مسؤوليه منهم، لازم ابقى مكمل فيهم كلهم بس ما عنديش طاقه فمقصر فيهم كلهم فحاسس بالذنب. دايره مفرغه من نزيف الطاقه ما بتنتهيش. طب ايه الحل بقى علشان ما نبقاش في الحته دي ان احنا نستسهل تماما اننا نرمي المسؤوليه اول ما نحس اننا مش قادرين، ويولع الناس اللي معايا في المسؤوليه دي ويولع الناس اللي انا مسؤول عنهم؟ لا خالص، مش ده المقصود. التطرفين موجودين، يعني في ناس هتلاقيهم متطرفين في الاتجاه ده ومسحوبه طاقتهم طول الوقت وما بيوقفوش، وعلى العكس هتلاقي ناس ما تعرفش تثق فيهم ب5 جنيه انهم يشيلوا مسؤوليه. ولا ده مطلوب ولا ده هو الحل. مطلوب حاجه في النص، اني اوازن ما بين اهتمامي بنفسي وبطاقتي وبحقي في ان ارتاح، وما بين المسؤوليات اللي عليا. فانا لازم اركز في طاقتي وانظم استهلاكها. فلو جيت في وقت انا عارف ان انا مش قادر خالص وفي تداخل فظيع الفتره الجايه دي ما بين اكتر من مسؤوليه، فحقي ان انا ارتب للفتره دي ان انا محتاج ارتاح. فوارد جدا ان انا الناس اللي مسؤولين معايا عن حاجه معينه اشركهم معايا في الموضوع دوت واطلب منهم مساعده، اطلب منهم ان الفتره دي لمده في وقت معين محتاجكم لو سمحتوا تشيلوا مكاني دوت وتغطوا غيابي، لان انا مش هقدر، يعني انا محتاج علشان اكمل بعد كده لازم اوقف شويه، ولاني فعلا في الفتره دي عليا اكتر من حاجه مش هعرف خالص كانسان طبيعي ان انا اكفي كله. واتفق معاهم واديهم كل اللي هم محتاجينه علشان ما يبقاش ناقصهم حاجه واوقف. ولما اوقف يبقى اوقف، يعني مش انا قاعد بقى بس شايل الهم كله ونفس طاقتي بتستنزف بس ذهنيا وانا مش بعمل حاجه. لا، اوقف يعني ارتاح.
يعني راحتي يكون ليها جودة عالية. ساعتها لو الناس اللي معايا ما احترموش فكرة ان انا من حقي ارتاح، دي مش هتبقى مشكلتي انا. لكن لو انا اللي ما عملتش كل اللي عليا في اني اسهل لهم مسؤوليتهم في انهم يشيلوا عني، او اسهل لهم الدور اللي هيقوموا بيه مكاني، فساعتها انا عندي مشكلة. قادر اوصل الفكرة؟ توازن ما بين اني بحترم نفسي وبقدر حدود طاقتي، وما بين اني بحترم الناس اللي معايا واللي انا مسؤول عنهم وبحترم مسؤولياتي وبقدرها. بس مفيش بني ادم يعرف يكمل طول الوقت بدون فواصل. اتمنى اكون عرفت النهارده اوضح بشكل مبدئي الفكرة بتاعت الموضوع ده، واكيد بعد كده واحنا بنتكلم في تفاصيل مواضيع تانية هنضطر نستدعي نفس النقطة دي ونأكد عليها من زوايا مختلفة متنوعة اكتر. شكرا جدا على وقتكم، اشوفكم قريب.